السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بعد ارتكابها للخطأ الأكبر في حق المغرب، زوجة حكيمي تتسبب في أزمة كبيرة لها ولزوجها، وهي أشهر من نار على علم يعرفها القاصي والداني في المغرب. كيف ولا هي زوجة نجمهم المفضل وواحد من أبرز محترفيهم في أوروبا. أشرف حكيمي. هبة عبوك ربما تملك شهرة أكبر في المغرب مما وهو عليه الأمر في بلادها الأم تونس، لكنها وفي رمشة عين تحولت إلى عدوة لجزء كبير من الشارع المغربي، وذلك بعد أن ثبتت ارتكابها لتصرف بعد خط أحمر بالنسبة للمغرب والمغاربة، ويكاد لا يتقاضى عنه مواطن واحد من المملكة فيما يتعلق الأمر بهبة عبوك. وهي ممثلة وعارضة الأزياء من أصل تونسي، ارتبطت بالنجم المغربي أشرف حكيمي في 2018 وتزوجها بعدها على سنة الله ورسوله قبل أن ينجب طفلا سمياه أمين، وتحولت علاقتهما إلى وحدة من بين أشهر في المغرب بل في العالم العربي، خاصة أن هبة نفسها ليست نكدة بل عرفت حتى قبل علاقتها بأشرف بخوضها بعلاقة عابرة مع ظهير برشلونة جوردي ألبا، وبالأعمال الفنية التي ظهرت فيها كل شيء حتى الآن يبدو مثاليا. لكن ما تم فضحه في الأيام القليلة الماضية تسبب في أزمة كبيرة للاعب المغربي أشرف حكيمي وزوجته، وذلك بعد انتشار موقف صادم لهبة عبوك في حق المغرب، وهو موقف وثق بالصور وبالكلام لها على مواقع التواصل، ويعتبر في المملكة المغربية تعديا على الوحدة الوطنية للبلاد ومساسا باستقرارها. هبة وجدت نفسها فجأة وسط زوبعة من الانتقادات من طرف الإعلام المغربي والمواطنين المغاربة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المواقع الأخبارية، وهو ما سيخلق المشاكل مباشرة لأشرف حكيمي، خاصة وهو الآن يعد رمزا للشباب المغربي، ولربما هو نفسه لم يكن يعلم بالضبط ما حصل. فحسب الصور المنتشرة قامت هبة عبوك في سنة 2012 بزيارة مخيمات تندوف، وهي مخيمات تقطن فيها جبهة البوليزاريو، وهي جبهة بها عدد من الصحراويين الذين يطالبون باستقلال الصحراء الغربية عن حكم المملكة المغربية. وزيارة تلك المخيمات ومولاة قيادتها بعد بالنسبة للمغرب والمغاربة تعديا صارخا على وحدتهم الترابية. هبة وبعد زيارتها للمخيمات تلقت كلمة شكر من جبهة بوليزاريو وسكينيها، حيث ردت على التعليق مثل: شكرا هبة عبوك على زيارة المخيمات، صحراء تحتاج أشخاصا مثلك أكثر، حظا سعيدا. وقد ردت على ذلك قائلة: شكرا لك. وتعد القضية الصحراء المغربية قضية شائعة جدا منذ سنوات، وقد تسببت في اضطرابات كثيرة في المنطقة الجنوب المغرب، وموقف هبة عبوك هذا سيجعلها في موقف حرج جدا خلال الفترة المقبلة.